يا شباب هنا بيقول لي ان تم تثبيته ونقدر نفتحه عادي. وزي ما انتم ملاحظين ما جابليش ان التطبيق فيه اي فيروس، ما حذرنيش، الملفات ما اتعرضتش على جوجل برودكت. حلو جدا. جوجل حماية جوجل بلاي اللي هي اسمها جوجل برودكت ما اكتشفتش ان التطبيق ده الامر ده بيديني صلاحية الوصول داخل ملفات التليفون. الاس عشان اظهر الملفات دي زي ما انتوا شايفين ده كل الملفات اللي جوه التليفون، يعني الاندرويد، وعندي الملفات السناب والتليجرام والواتساب زي ما انتوا شايفين. هبدأ استخدم الامر اللي هو الدي سي اي ام سي دي وبعدين الامر وبعدين سلاش انتر ls عشان اعرض اللي جوه الملفات دي. ازاي بقى ان انا اسحب الصور دي او احملها عندي؟ ببساطة امر الداونلود وبعدين ابدأ اخد اي صورة كده، اسم الصورة النيم كوبي وبعدين اعمل بيست كنترول شيفت في او بيست وبعدين انتر. هنا بيقول لي ان الصورة اتحملت عندك في المسار ده. نروح للمسار ده زي ما انتوا شايفين الصورة هيتحمل على الشخص المبتز الصورة. فهبدأ اعمل الامر اللي قدامي ده dump SMS وبعدين هنا بيقول لي ان SMS message saved to يعني اتحفظت عندي. هلاقيها كده يا شباب زي ما انتوا شايفين SMS dump. هدوس عليها كليكتين كده هيبدأ يفتح لي كل الرسائل اللي وصلاني على التليفون، وده تليفوني يعني. كل محتوى الرسالة اهو، الاشتراك ودي الباقة بتاعتي ودنيا يابا دنيا. السلام عليكم واهلا بكم في كورس اختراق هاتف اندرويد بالميتاسبلويت. الكورس اللي بالفعل نزلنا منه يدوب فيديوهات معدودة هنا على القناة، لكن سياسات اليوتيوب بتمنع نزول النوع ده من المحتوى فاتمسح اغلبه. وطبعا كان اغلب التعليقات اللي بتيجي على الفيديوهات اللي نزلت اللي هي يدوب فيديو او 2 من كورس كامل كانت بتتكلم عن ان في معلومات كتير ناقصة، بس الفعلي مفيش معلومات ناقصة ولا حاجة، ده بس عشان الكورس مش كامل. فالحمد لله دلوقتي انتهينا من تحديث الكورس والمعلومات اللي فيه، وتم تصويره ونشره حاليا على موقع او منصة يوديمي بسعر اقل بكتير جدا جدا من السعر الاصلي للكورس، وده مخصوص عشان متابعينا اللي اغلبهم مصريين. طيب ايه محتوى الكورس ده؟ مبدئيا الكورس ده موجه للمبتدئين تماما. فمن المنطقي اننا نعمل محاضرتين كبار نتكلم فيهم عن اساسيات اليوتيوب. وبالمناسبة المحاضرتين دول نزلناهم هنا كفيديوهات متقطعة برضو بحيث ان المبتدئين يستفادوا منه. وكمان الشرح في باقي الكورس بسلاسة وبساطة جدا لانه بيخاطب الناس اللي مستواهم حرفيا زيرو. بعدين عملنا تهيئة لبيئة العمل ونزلنا اشهر الادوات اللي هنستخدمها زي مثلا النيجروك اللي بيسمح لنا بعمل التاج خارج الشبكة، وزي سيرفر الاباتشي اللي بنقدر من خلاله نرفع عليه الملفات او الصفحات او حتى التطبيقات. بعدين استخدمنا ادوات وتعلمنا ازاي ندمج ونحقن نعمل تشفير عشان نتخطى اي حماية. وفي النهاية هنتعلم اوامر الاستخدام الميتاسبلويت والتحكم في الهاتف. لحد هنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو.